الجوهره دي مفيش حد يعملها هنا. الجوهره الماس، مفيش حد بيعمل الجوده دي. الماس بلدي، شغل بلدي. هنجرب النهارده مطعم كبابجي اليوب اللي موجود في مدينه طوخ، بالتحديد في شارع ملعب الثانوي امام مركز ام المؤمنين، واسمه كبابجي اليوب لانهم كانوا في اليوب وفتحوا مؤخرا في طوخ. وزي ما احنا شايفين بيتحدوا غيرهم من المطاعم انهم بيعملوا اكل مش زي اي حد. فتعالوا هنشوف الكلام ده مع بعض سوا، بس قبل ما نبدا هنصلي على النبي كده، وما تنسوش اللايك والشير علشان اقدر استمر على خير. كبابجي اليوب من اسمه كده هنعرف ان هم متخصصين في المشويات، الكفته والفراخ والكباب والحواوشي والطرب والريش، كل المشويات المصريه اللي نعرفها، وشغل بقى ابن بلد وعلى ابوه. شغالين باللحمه الضاني البلدي في كل اصنافهم تقريبا. فهنشوف دلوقتي هينزل لنا ايه والكلام هيكون على ايه. شغل لبانه ابيض، الامبراطور ده الامبراطور جاي من اليوب، بفتيك جاي من اليوب، مفيش حد بيجيبه ده هنا. صلى على النبي. صلى السلام. اكل بقى رايح لمين؟ لامبراطور البلد الحاج احمد الطحلون. رايح لامبراطور البلد الحاج احمد الطحلون، وطالما الكبير كان بايدينا يبقى ربنا يكرمنا ان شاء الله. كيلو ريش، كيلو ريش ونص كفته ونص كباب لعمك محمد مجدي عبد الرحيم. ماشي يا عم الحاج، ماشي يا عم الحاج. الحوش دي لحمه بلدي، ما بيني وما بين الزبون ربنا، والحوش والزبون اللي هيجرب ويدوق. الماس الماس. الكفته دي بتاعت دبور وابو سلطان ومحمود كميني وابراهيم توشكا وعمك سعيد وابراهيم توشكا اللي زعلان مني. دي بقى فراخ محشيه، اتحدى عن كل حد بيعملها في الخط ده تما. وصلت البشاير، الطحينه الحمراء والحواوشي الساده، وده حواوشي بالسمين وربع مشكل كباب وكفته وربع شيش وربع فراخ محشي، فراخ محشيه او حمام كداب، والطحينه الخام والسلطه الخضراء وسلطه خضار تانية خيار وليمون وبصل، وسيخ الملبس ده هديه على الطلب من المحل. بصراحه شكل الاكل حلو قوي ويفتح النفس، والكميات كمان كبيره كده وفيها بركه في كل الاصناف. بخصوص الاسعار ده المنيو، خد سكرين شوت للشاشه، والاسعار هنا في المنيو بالكيلو طبعا. وصل العيش اللي كان بيتسخن على الفحم. ايه يا عمرو بتعمل ايه؟ قال انا كنت عارف ان الموضوع فيه دهننه فقلت اعمل حسابي. ودي يا عمرو. وبسم الله عمرو هيبدا ويدخل اول حاجه على الربع المشكل، ويبدا بالكفته، ومن غير كلام هيشوفها الاول جوسي ولا مش جوسي، ويلاقيها جوسي الجوسي. وخد اول قطمه وكان ناسي كالعاده وبدل الاكل للايد اليمين. نعذره يا جماعه لانه اشول ومتعود من صغره على كده. وكمل باقي صباع الكفته في لقمه بالطحينه، وعجبه قوي الكلام وقال الطحينه كمان خام وحلوه قوي. دخل بعد كده على الكباب وباين من شكله انه حلو ومدهن كده، وجربه مع الطحينه الحمراء، عجبه الكباب وقال حلو قوي. وصلت الشوربه الضاني وشويه الرز البلدي الاصفر. ودي يا عمرو معلقه رز في السريع. لما ده قال حلو وكان عاجبه انه ما فيهوش توابل كتير. وخش بعد كده على الحواوشي مع انه ملهوش في الحواوشي قوي، بس ده حواوشي السمين فهيعجبه تقريبا. ولما ده قال حاسس انه بياكل كفته، مش عارف ازاي، يمكن عشان ما عليهوش بصل كتير، بس ما علينا، اراء واذواق. المهم انه عجبك يا عمرو، وغطس في الطحينه واخد لقمه متينه، ويزحلق الكلام بشويه ميه سلطه ويقول الحواوشي عجبني، وزود وعلى الكلام ودخل على حته الملبس التمام. وعمرو كده كده بيحب الدهننه قوي، وفضل يتفحصها وقال الهط. قلت له اهدى يا عمرو دي لازم بالعيش. قال لي لا هلهط كده يا ابني، الضغط والباور العالي هيشتغلوا عندك كده. فلما ده قال لي تصدق لازم عيش، الموضوع مش طبيعي. ولقمه ملبسه على الطحينه وعمل معاها السليمه، وبقى مش فاهم حاجه والسلوك عندها دخلت في بعض. ما علينا، هدخل انا بقى ونسمي وندوق علشان الكلام يروق. معلقتين سلطه نفتح الشهيه، وندخل على الرز المصري المية مية. معلقه في التانيه وكان حلو الرز، بس لازم نزحلقه باي حاجه. فدخلت على الشوربه الضاني وخدت معلقه واحده بس لزوم الزحلقه، لاني مش بحب شوربه الضاني قوي. نخش بقى على الجمدان ده، ربع فرخه محشي رز او الحمام الكداب مشويين على الفحم. الشكل لوحده بيقولوا انه هيبقى حوار وجامد، وطبعا ده لازم يتاكل زي الحمام. ندخل عليه من اوله كده بقطمه كبيره. دخلت داخله بالحب والتقدير علشان الحمام الكداب كان طعمه خطير وعجبني جدا، وقلت لعمرو حلو قوي ومش هديك منه يا عمرو، سيب لي الربع المحشي ده ليا. وازحلق الكلام بشويه ميه سلطه، وادخل على الكفته بسرعه. طعم الكفته كان حلو ومظبوط، ومع الطحينه الحمراء احلى واحلى. والفراخ المشويه برده مستويه وتتبيلتها باينه عليها، ومع الطحينه الحمراء احلى كمان من الكفته. ندخل بقى على الحواوشي، وابدا بالحواوشي السمين. العيش كان دايب خالص من كتر السمين فربنا يستر. دقته مع الطحينه الخام ومع الطحينه الحمراء، بس كان احلى مع الطحينه الخام. واجرب بقى العادي، ماسك نفسه مش زي الحواوشي بالسمين. واكلته من غير طحينه وكان احلى بالنسبه لي من الحواوشي السمين. واكلته بعد كده بالطحينه الحمراء، وفعلا طعم الحواوشي قريب شويه من طعم الكفته هنا، لان هم تقريبا مش بيحطوا بصل كتير، فممكن يكون مع ناس مميز وممكن يكون مع ناس عادي. بدخل على حته من الكباب والاقيه زي ما قال الكتاب، وقلت لعمرو الكباب جامد جدا، مستوي كويس ومش بيشد وتتبيلته حلوه. والطحينه الحمراء دي كانت جامده وحوار مع كل الاصناف خصوصا الفراخ. وفي الاخر بقى محمود صاحبنا جه بس متاخر، فعمرو قال يمسي عليه بطبق مشكل ويقول له معلش بقى يا حوده احنا نسفنا الاكل، خد سمي ودوق علشان الكلام يروق. دوق بس وقول لي رايك، ها دوق بس يعني ما تاكلش كتير عشان لسه هكمل. محمود مسك الحواوشي وداقه لقمه في الثانيه، وعمرو مستني رايه. محمود لسه ما قالش رايه ودخل على الفراخ، وعمرو لسه مستني رايه. ها محمود ايه رايك؟ محمود قال لعمرو لسه شويه اصبر بس.
فعمرو كان زهقان علشان محمود هيخلص اكله، لحد ما محمود قال بص يا عمرو من الاخر كده الاكل ده جامد والاكل ده بتاعي ويخصني، فخلاص كده مالكش فيه تاني وسيب لي الطبق بقى لو سمحت. فعمرو قال له كده يا حوده ماشي شكرا، اخش انا بقى على النص فرخه بتاع سندباد، وخدها مني سرقه كده وغصب واقتدار، ولما دقها قال يا ابن الايه عاوز تاكلها لوحدك، وما ادانيش فرصه وضحك عليا وخلص عليها وعلى الرز اللي جواها وحواليها. والحمد لله تجربه الاكل هنا في كبابجي اليوب في طوخ كانت حلوه وعجبتنا، واللي جرب الاكل هنا في كبابجي اليوب يقول لنا رايه، واللي لسه ما جربش وناوي يجرب لما يجرب يقول لنا برده رايه في تعليقات. ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد. محمد جمال كبابجي اليوب حبيبي. محمد جمال معاكش هتاكل هنا، تيجي تقول دبور هتاكل هنا.